السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم فنجان قهوة مظبوط والوش بتاعه مظبوط للبنات اللي هم اول مرة يدخلوا المطبخ والقهوة ما بتطلعش منهم بوش. بصوا الوش ما شاء الله عليه تقيل ازاي، والقهوة ريحتها كانت جميلة جدا وقلبة ريحة الشقة. يا ريت كده كان في حاجة تشممكم الريحة زي ما بتوريكم الصورة. هنبتدي نعمل مع بعض فنجان القهوة المظبوط. اول حاجة هنعملها هنحط طبعا المية، وبحط السكر ده زي ما انت عايزة تحطي النص معلقة معلقة زي ما انت عايزة. انا حطيت معلقة سكر ومعلقتين مليانين بن عشان القهوة ما تطلعش خفيفة وتطلع بوش، لازم يكونوا معلقتين مليانين. طبعا انا الاول قلبت السكر ودوبته كويس، وبعدين حطيت البن وقلبته كويس. انا بمسح الحروف بتاعت الكنكه علشان خاطر ما يبقاش فيها سكر يتحرق ويعمل ريحه وحشه او ريحه بن محروق، فلازم تمسحي الكنكه لو عليها اي حاجه زياده. بحطها طبعا على السبرتاية، ولازم تقعدي جنبيها علشان تخلي بالك ممكن تفور منك من غير ما تاخدي بالك. ايه رأيكم في فنجان القهوة ده اللي عليه روميو وجولييت؟ زمان على ايامنا كان لازم العروسة تجيب طقم الصيني اللي عليه روميو وجولييت. مين اللي عنده طقم صيني عليه روميو وجولييت؟ اللي عنده يقول لي في الكومنت. انا هنا غليت، اول ما القهوه غليت رحت صبه شويه من الوش ورجعت حطيتها على النار. اول ما بتبتدي تغلي والوش يطلع كده بروح صبه الوش. انا هنا صبيتها على الوش على 3 مرات او على 4 مرات. كل ما بتبتدي تغلي وتصبيها بيعمل وش تاني، فانا عملتها على 3 مرات او 4 مرات غلوة كده وتروحي صبة الوش، فبيديكي وش سميك وتقيل. يعني انا هنا الفنجان ده انا شلته وحطيته وهزيته كذا مرة والوش ما جرالوش اي حاجة، الوش كان تقيل جدا. احلى فنجان قهوة مظبوط لاحلى متابعين ليا. بس يا رب ما تنسونيش في اللايك وكومنت يكون حلو وتشجعوني. ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشرفيني وتعملي لي اشتراك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هو فيديو قصير بس في بنات ما بتعرفش تعمل قهوة بوش. الفيديو دوت للبنات اللي مش بتعرف تعمل القهوة بوش. بصوا الوش تقيل وانا هزيته كتير والله وشلته وحطيته عشان التصوير، عشان بصور. ما جرالوش اي حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في معلومة أنا عايزة أقولها للبنات اللي بيقروا فنجان القهوة. موضوع قراية فنجان القهوة ده من الحاجات اللي هي حرام وبتبطل الصلاة 40 يوم، فبلاش موضوع قراية فنجان القهوة ده بالله عليكم عشان حرام. لو استفدتوا حبايب قلبي من الفيديو ده ولو بمعلومة صغيرة او بطريقة القهوة المظبوط، اتمنى تقولوا لي كومنت حلو تفرحوني بيه. مع السلامة حبايب قلبي، اشوفكم في وصفة جديدة. مع السلامة.